حياتي اتغيرت واصبحت مقفول عليها. كل ده بسبب ايه؟ بسبب حبي للجزائر، بسبب التفكير اللي بفكره دائما بعمق عن الجزائر. كل الاخبار والمواقع الاخباريه اصبحت مقيده ومسجله على تليفوني اول باول، بعمل بحث عنها في كل مكان. يصبح اسم الجزائر الاقي اشعار جايلي، يصبح اسم هاني السوالمي الاقي اشعار جايلي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الجزائر الان، الجزائر عاجل، الجزائر أخبار مهمة، الجزائر نبحث عنها في كل مكان. دائما وأبدا ببحث عن الجزائر بكل حب داخل قلبي لها. النهاردة هنتفرج على تقرير مهم جدا وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب كمان في ضجة داخل عقلي. ازاي الجزائر يصل بها الحال انها تكون كده؟ هقول لحضراتكم، ولكن قبل ما نبتدي اتمنى من الجميع نصلي على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل اخواتي اللي بيتابعونا نعمل اللايك ونعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس نخليه على زرار الكل، وما تنسوش الدال على الخير كفاعله. ندوس على زرار المشاركة اسفل الفيديو مباشرة ونحوله على كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان كل اصدقائنا وحبايبنا تشوفوه ويسمعوا احنا قلنا ايه بالظبط. تعالوا مع بعض نسمع تفاصيل هذا الفيديو العميق القوي جدا. اتفضلوا معايا. أنا وأخي الرئيس هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عديد المستجدات دوليا وقاريا، خاصة الوضع في منطقة الساحل ومنطقة البحيرات الكبرى، كما تطرقنا إلى التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة. وفي هذا السياق جددنا دعمنا المطلق لتكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفيما يخص قضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، أكدنا على أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. وما دمنا دولتين موزمبيق والجزائر عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، فلنا تطابق تام في الرؤى فيما يخص هذه القضايا، وبالأخص القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
أنا وأخي الرئيس هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عديد المستجدات دوليا وقاريا، خاصة الوضع في منطقة الساحل ومنطقة البحيرات الكبرى، كما تطرقنا إلى التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وفي الضفة. وفي هذا السياق جددنا دعمنا المطلق لتكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وفيما يخص قضية الصحراء اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ونتمنى دايما ربنا سبحانه وتعالى يجعل فينا حسن الظن ونقدم دائما وابدا المحتوى اللي يليق بحضراتكم في كل مكان وكل زمان. بجد بنبحث عن كل شيء بكل طيب خاطر، بنبحث عنه برعايه ودقه شديده جدا علشان نكون دايما عند حسن ظنكم. في النهايه بشكركم جدا واشكر كل الابطال اللي بيدعمونا، وتحياتي لحضراتكم تحية كبيرة جدا قد الدنيا دي كلها. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.